السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل مراجعه سريعه على الوورد، ازاي اعمل ورقه زي اللي قدامي دي. لو تلاحظ هتلاقي معظم الحاجات الاساسيه موجوده في الورقه دي. ازاي احط برواز، ازاي احط برواز على الكلمه، ازاي اضيف صوره، ازاي اضيف وورد ارت، ازاي احط هيدر وفوتر، ترقيم للصفحات، ووتر مارك، جدول، شيب واكتب جواه، كمان تكست بوكس علشان اجيبه في مكان معين في الورقه. كل الحاجات دي هنراجع عليها ان شاء الله. كمان هنعرف ازاي نحفظ الوورد PDF. طيب لو اتطلب منك ورقة زي كده، المفروض ان انت هتكتبها ازاي؟ اكتب الاول وبعدين نسق. اوعى تكتب وتنسق في نفس الوقت، خصوصا لو انت حد لسه مبتدئ في الوورد. يعني لو انت ما اشتغلتش على الوورد كتير او لسه بتتعلم وورد، اسمع الكلام ده كويس جدا. اكتب الاول وبعدين نسق. خلينا نفتح مستند وورد جديد ونبدأ نكتب وننسق واحدة واحدة. اول حاجة بتعملها بعد ما بتفتح مستند الوورد، اتفقنا ان احنا بنحفظ المستند الاول قبل ما نبدأ نكتب. ايوه، احفظ المستند قبل ما تبدأ تكتب. علشان تحفظ المستند في عندك 3 طرق. يا اما تدوس على كنترول واس من لوحة المفاتيح علشان تحفظ، يا اما تروح قائمة فايل وتدوس على سيف، يا اما في عندك فوق قائمة فايل علامة الديسك برضو بتحفظ منها. خلينا نروح قائمة فايل وهقول له سيف. هيديني النافذة دي، بقول له براوز منها علشان اشوف حاجتين. خلي بالك عشان تشوف هتحفظ المستند بتاعك فين وباسم ايه. انا هسيبه زي ما هو في الدوكيمنت. طبعا انت ليك مطلق الحرية تنزل هنا كده وتختار انت هتحفظه على الاي او على الاف، لو في عندك فلاشة تحفظه عليها، وتسميه زي ما انت عايز. انا هسميه تكنولوجيا، وبعدين هتدوس على سيف. هتلاحظ ان المستند بتاعك بقى باسم تكنولوجيا. خلاص كده المستند بتاعك اتحفظ ومش محتاج تحفظه مرة تانية. مش مطلوب منك الا انك تعمل كل شوية كنترول اس. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها اتجاه الكتابة. المفروض ان انا وانا بكتب بالعربي يبقى اتجاه الكتابة يمين، وانا بكتب بالانجليش يبقى اتجاه الكتابة شمال. في الحالة اللي قدامنا اللي هي التمرين اللي معانا، المفروض ان انا بكتب بالعربي يبقى اتجاه الكتابة يبقى ناحية اليمين. لو انا بكتب بالانجليش يبقى المفروض اتجاه الكتابة يبقى ناحية الشمال. الناس اللي لسه بتتلخبط ما بين اتجاه الكتابة ولغة الكتابة والمحاذاة، هسيب لكم رابط في الفيديو تحت بيشرح الكلام ده بالتفصيل. بعد ما كتبنا وخلصنا كتابة خالص، تعالوا بقى نبدأ ننسق. أول حاجة بعملها بعمل كنترول A علشان أحدد المستند كله وأعمل كل المستند 14. وبعد كده بشوف العناوين الرئيسية والعناوين الجانبية ببقى عايزها قد إيه. بحدد العنوان ده مثلا وبديله 18 أو 20، وبعدين هخليه بولد وخليه في وسط الصفحة. كمان فوائد التكنولوجيا، المفروض ده عنوان فانا هخليه 18. ده عنوان جانبي بولد برضو واندرلاين تحته خط. الجزء ده المفروض ان هو ترقيم مترقم، فانا هحدده كده وهروح على من قائمة هوم، هروح احط له ترقيم كده. انا حطيت له ترقيم. في حاجة مهمة قوي بنقولها دايما، ان احنا نعمل اي فقرة جاستيفاي. حدد الفقرة. عشان نحدد الفقرة اعمل 3 كليك في وسط الفقرة، او بالضغط والسحب من هنا كده. دوس واسحب لتحت هتلاقيك بتحدد. طبعا التنسيق من غير ما نقول الكلام ده من الحاجات الاساسيات. لازم يبقى انت محدد اي حاجة انت بتعمل لها تنسيق. هعمل حاجة اسمها جاستيفاي علشان اخلي اليمين زي الشمال. تعالوا نروح للفرق بين وسائل الاتصال الحديثة والقديمة. برضو المفروض انها عنوان جانبي. هعملها كده مثلا. طبعا انا عارفة ان الكلام ده في شيب وحركات، بس احنا بنعمل الورقة بالطريقة العادية الاول وبعدين نضيف بقى الحاجات الشيب والحاجات دي. الجدول، خلينا نحدد الجدول. طبعا الجدول ليه فيديو لوحده احنا كنا شارحينه، برضو هسيب لكم رابط الفيديو تحت. من لاي اوت هخلي كل الكلام في الجدول في النص. طبعا علشان احدد الجدول هدوس على علامة الزائد دي. خلينا نروح لتيبل ديزاين، هنقي شكل الخط عامل ازاي اللي عايزه افطر بيه،
والحجم قد ايه، سمكه قد ايه، ولونه قد ايه. وهروح هنا هقول له all borders علشان اعمل كل الجدول. خلينا ممكن نحدد السطر او الجزء اللي فوق ده والونه، وبعدين الجزء ده كمان كده والونه. طيب كده ناقص البرواز بتاع الصفحة. برواز الصفحة من قائمة ديزاين بيج بوردر، وبعدين هختار البرواز من هنا. طبعا ممكن نختاره من الستايل ده. هنزل اختار البرواز اللي انا عايزه، وبعدين اتفقنا ان البرواز ده ما يزيدش عن 13 علشان ما ياخدش من الكلام لو الهوامش قليلة. نقول اوكي. كده احنا عملنا برواز للصفحة. عايزين نعمل على كلمة التكنولوجيا برواز، او يعني نحطها في زي اطار، برضو نفس الفكرة، بس لازم في الحالة دي تحدد الكلمة. وبعدين برضو من قائمة ديزاين بيج بوردر، وبعدين هروح على التابة بتاعة بوردرز، وهروح انقي الستايل بتاع الخط. مثلا ده هخليه رفيع شوية علشان ما يبقاش تخين. اوكي، يبقى كده حطيت كلمة التكنولوجيا في برواز. طيب تعالوا نبص في التمرين تاني ايه اللي ممكن نعمله. محتاجين نحط الجدول ده في وسط الصفحة، الجدول هنا في وسط الصفحة. محتاجين كمان نحط صورة، وكمان كلمة التكنولوجيا ما تبقاش كلمة عادية، تبقى وورد ارت. ازاي اجيب الجدول في وسط الصفحة؟ حدد الجدول من علامة الزائد دي، وبعدين من قائمة هوم اختار محاذاة وسط، هتلاقي الجدول بقى في وسط الصفحة. ازاي احط صورة في المستند؟ اتأكد ان انت مش محدد اي حاجة، المؤشر بينور ويطفي، وبعدين من قائمة insert picture this device، وبتختار الصورة اللي انت عايز تحطها في المستند insert، واول ما بتضيف الصورة بيظهر شريط تنسيقات خاص بالصورة. روح في الشريط ده افتحه، راب تكست تايت علشان تقدر تتحكم في الصورة دي، والكلام يبقى حوالين الصورة وتقدر تحرك الصورة ما يبقاش فيه مشكلة. ممكن كمان نعدل في الستايل بتاع الصورة من الجزء ده. نفتح الكلام ده كده، ممكن نختار ستايل معين، نغير السمك بتاع البرواز، ممكن نزوده شوية كده مثلا. ممكن كمان اغير اضاءة الصورة، اوضح الاضاءة شوية بتاعت الصورة، متهيألي كده بقت كويسة. طيب تعالوا نكتب كلمة التكنولوجيا دي بس بالوورد ارت. خلينا نمسح كلمة التكنولوجيا. طبعا لما هاجي احدد التكنولوجيا هلاقي الصورة اتحددت معايا. احل الموضوع ده ازاي؟ امسك الصورة نزلها تحت شوية كده، وحدد الكلمة ديليت، وبعدين هتقف هنا كده وانتر مرتين كده علشان تفضي مكان هنا. ممكن بقى تطلع الصورة تاني زي ما كانت. طبعا زيها زي الصورة، تبقى واقف، يعني ما تخليش المؤشر يبقى محدد حاجة وانت بتضيف الوورد ارت، يبقى المؤشر بينور ويطفي في اي حتة. بعدين من قائمة انسرت هتلاقي في حاجة اسمها وورد ارت، دوس عليها هيديك اشكال كتير. نقي الشكل اللي انت عايزه، دوس عليه واكتب على طول. اول ما تستدعي الوورد ارت اكتب على طول، طبعا بالعربي. بحول لغة الكتابة بألت وشيفت، اصغر المربع شوية بتاع كلمة التكنولوجيا، اطلعها فوق كده تمام. ممكن انزل الكلام ده شوية تاني تحت انتر، وبعدين خلينا كده نحدد الكلمة دي، محتاجين تبقى بولد علشان تبقى تخينة شوية. حلو. لو شفنا الاصل بتاع الكلمة هنلاقيها عاملة زي موج البحر كده. ازاي اخلي الكلمة بتاعة الوورد ارت اتحكم في الشكل بتاعها؟ من شيب فورمات، في عندك 3 ايه فوق بعض، اخر ايه اللي هي تكست افكتس، افتحها ترانسفورم، وهتلاقي فيها اشكال كتير. غالبا هو الشكل ده اللي معمول في التمرين. طبعا ممكن نطلع الصورة كده تاني. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده. طيب لو رجعنا للتمرين بتاعنا، وبالمناسبة التمرين ده معمول PDF، هنعرف ازاي نعمل او نحول الوورد PDF برضو. كلمة التكنولوجيا، ايوه هي ده الشكل اللي احنا مختارينه، بس هنا في زي ريفليكشن او انعكاس ليها. دي حاجة. الحاجة التانية هنا في شيب مكتوب فيه العنوان ده. تعالوا نعمل الكلام ده.
هنحدد كلمة التكنولوجيا، هنفتح تاني شيب فورمات، هنفتح تاني تكست افكت، هنلاقي في حاجة اسمها ريفليكشن، اختار الشكل اللي انت عايزه. كمان عايزين ننزل هنا نضيف شكل علشان نكتب فيه، من قائمة insert shapes، بعدين نشوف الشكل اللي انت عايزه، وليكن مثلا الشكل ده، وبعدين دوس واسحب ارسم الشكل. عايز تكتب فيه اعمل كليك يمين add text علشان تكتب فيه. بعد ما كتبت العنوان حدد الشكل ده. طبعا علشان نحدد شكل او علشان نحدد وورد ارت، دوس على اي دايرة بيضة هتلاقيك حددت الشكل ده. عايز تحدده اي خط دوس عليه واسحب هتلاقيك بتحرك الشكل ده. طيب خلينا نحدد الشكل ده كده، وبعدين من شيب فورمات هتلاقي في عندك شيب فيل، دوس ونقي اللون اللي انت عايزه، او انزل في التكتشر ونقي اللون. تالي هو ده اللي معمول في التمرين. الكلمة مش باينة خالص طبعا، روح قائمة هوم ونسق الكلمة زي ما بننسق الكلام عادي. هنكبره ونخلي الكلام بالاسود، ممكن نكبره كمان. تالي كده كويس. تعالوا نرجع للتمرين تاني. هنا في كلمة التوقيع، طبعا الكلام يعني احنا حاطينه علشان بس نعرفك ازاي تعمل الحاجات دي. ده المفروض محطوط في حاجة اسمها تكست بوكس، ومش باين ان هي تكست بوكس. ازاي اعمل الكلام ده؟ كمان في كلمة التكنولوجيا اللي فوق دي عايزين نحطها في الهيدر. طبعا في كمان ترقيم للصفحات، هنعمل الثلاث حاجات دول. طيب خلينا الاول نحط ترقيم للصفحات. من قائمة insert هتلاقي في حاجة اسمها page number، دوس عليها. احنا عايزين الترقيم فوق في الصفحة ولا تحت؟ احنا عايزينه تحت، فهنقف هنا كده. بعدين هنختار تحت ناحية الشمال ولا ناحية اليمين. طبعا انا واقفة على توب، احنا عايزين بوتوم. ناحية الشمال ولا في النص ولا ناحية اليمين؟ انا عايزاه في النص. هنا ادوس هيظهر على طول الترقيم، وطبعا اوتوماتيك واقف او فاتح حاجة اسمها هيدر وفوتر. دوس دبل كليك هنا علشان تقفل الهيدر والفوتر. خلاص كده انت ضفت الترقيم. طيب عايزين بالمرة نحط هنا هيدر برضو. من قائمة insert هتلاقي في حاجة اسمها هيدر، دوس عليها وبعدين دوس على بلانك. طبعا لو ناحية الشمال كده روح قائمة هوم وخلي اتجاه الكتابة يمين علشان يبقى احنا بنكتب من اليمين. تعالوا نكتب التكنولوجيا. تمام. ممكن طبعا نحدد الكلمة وبعدين نعملها بولد ونكبرها شوية كده. تمام. عايز تقفل الهيدر دبل كليك في اي حتة في وسط الصفحة، يبقى انت كده قفلت الهيدر. يبقى احنا عملنا ترقيم للصفحات وعملنا هيدر. في حاجة تانية ان احنا نحط هنا تكست بوكس. ازاي احط تكست بوكس؟ من قائمة insert هتلاقي فيه تكست بوكس، اختاروا السيمبل العادي خالص ده، وبعدين اكتب الكلمة اللي انت عايزها. وبعدين طبعا هتحركه زي ما بنحرك ادي شيب. بعدين من قائمة هوم ممكن نجيبه الاول، اتأكد ان اتجاهه صح، وبعدين ممكن نجيبه في النص، بعدين نصغر شوية الكلام ده، بعدين نكبر الكلمة وممكن نعملها بولد، بعدين كده تمام. طيب في مشكلة هنا، البوكس ده انا مش عايزاه، المربع ده، علشان محدش ياخد باله ان انا كاتباها في تكست بوكس. حدد المربع ده، شيب فورمات، بعدين شيب اوتلاين، نو اوتلاين. كده لو وقفت بعيد كده مفيش اي حاجة. طيب هاخد منها كوبي نسخة، كنترول سي، وبعدين طبعا هحددها الاول، هحددها زي ما انا محددة كده، كنترول سي كده انا خدت نسخة، بعدين كنترول في لزقتها، وبعدين امسك التانية دي احركها تبقى الناحية التانية كده. يبقى انا كده خلصت الجزء ده. طيب اخر حاجة عايزين نعملها ازاي اعمل ووتر مارك او علامة مائية. من قائمة ديزاين هنروح ووتر مارك، بعدين كاستم ووتر مارك. هيطلع لي نافذة صغيرة منها يا اما تختار بيكتشر يا اما تكست. بيكتشر لو انت عايز تحط العلامة المائية بتاعتك تبقى صورة، او تكست لو انت عايز العلامة المائية يبقى نص.
احنا في الحالة بتاعتنا او في التمرين اللي معانا عايزينها صورة. هنختار بيكتشر وبعدين سيلكت بيكتشر ورك اوف لاين. بعد كده هتشوف الصورة انت حافظها فين وهتحدد الصورة وبعدين انسرت وبعدين اوكي. هتظهر عندك الصورة. طبعا الصورة بهتانة لان الوان الصورة اساسا خفيفة، فاحنا لو عايزين الصورة تبقى اوضح من كده افتح تاني كاستم ووتر مارك وشيل علامة الصح من وش اوت وبعدين اوكي تاني. هتظهر الصورة علامة مائية عندك، ومش في الورقة الأولانية بس أو في الورقة اللي أنت كنت واقف فيها بس، لأ في كل الصفحات. الووتر مارك بتضاف في كل الصفحات. طيب عايزين آخر حاجة بقى نعملها، إزاي أحفظ المستند ده PDF. رقم 1 لازم تتأكد ان انت حافظ المستند الاول وورد. ليه طيب الخطوة دي علشان لو انت حبيت تعدل اي حاجة على المستند يبقى انت في عندك نسخة من الوورد تقدر تعدل عليها وبعدين تحفظه تاني PDF. طيب ازاي احفظ بقى المستند PDF؟ اتأكد الاول ان انت حافظه وورد. خلاص تمام. هتفتح قائمة فايل وبعدين تختار سيف از. سيف از معناها احنا هنحفظ مرة تانية بصيغة تانية، وبعدين براوز وأكنك بتحفظ من الأول وجديد. هتشوف مكان الحفظ فين. أنا عايز أحفظ هنا وليكن مثلا تكنولوجيا 3، وبعدين عند سيف اس تايب طبعا ممكن تختار مكان الحفظ في مكان تاني خالص، والفكرة كلها عند كلمة سيف اس تايب. عند كلمة سيف اس تايب مش هتسيبها زي ما هي، افتح السهم ده واختار PDF. ممكن كمان تحط علامة صح هنا علشان تقوله افتح PDF بعد ما ادوس على سيف. اول ما بتدوس على سيف بتلاقي PDF ظهر معاك او اتفتح معاك. طبعا لو حاولت تعدل اي حاجة عليه مش هيتعدل، PDF ما بيتعدلش عليه. بكده نكون عملنا مراجعة سريعة على الوورد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.